الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما حكم القطرة التي يضعها الصائم؟ قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف التي يضعها الصائم في نهار رمضان. ما حكم هذه القطرات التي يضعها الصائم في نهار رمضان؟ اختلف العلماء، منهم من قال أنها تفطر مطلقا، ومنهم من قال أنها لا تفطر مطلقا لأن ليس فيها معنى الطعام والشراب، ومنهم من فصل. أولا، قطرة العين للصائم، وضع قطرة العين للصائم، قال العلماء أنها لا تفطر لأن العين ليست منفذ للحلقوم، ما هيش منفذ للحلقوم. حتى لو وجدت طعم قطرة العين في فمك لا تفطر لأن العين ليست منفذ للحلقوم. ثانيا، قطرة الأذن، وضع قطرة الأذن للصائم أيضا لا تفطر لأن الأذن ليست منفذ للحلقوم. حتى لو وجدت طعم القطرة في فمك لا تفطر. ثالثا، وضع قطرة الأنف للصائم، وضع قطرة الأنف للصائم في نهار رمضان القول الراجح من أقوال العلماء أنها تفطر. لماذا؟ لأن الأنف منفذ للحلقوم، الأنف واصل للحلقوم، في منفذ من الأنف واصل للحلقوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك وأنت بتتوضأ وأنت بتستنشق، واخد مية تستنشق بها في الوضوء، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى لا يصل هذا الماء إلى الحلقوم فينزل المعدة فتفطر. فده القول الراجح. وقال بعض العلماء في قطرة الأنف، إذا هي أنت وضعت قطرة الأنف ولم تصل الحلقوم لا تفطر، إذا وصلت الحلقوم تفطر. والأولى أن أنت لا تضع قطرة القطرات في نهار رمضان إلا لضرورة، خصوصا قطرة الأنف إذا وصلت الحلقوم تفطر، وهو الأحوط، والله تبارك وتعالى أعلم.